بعد 3 ايام من ماتش تشيلسي والسيتي في الدوري، لعبوا تاني في كاس الاتحاد الانجليزي في دور ال 64. بس الماتش المره دي كان مختلف تماما، بعنوان السيتي يرقص على جثه تشيلسي في ملعب الاتحاد، او جوارديولا يواصل عقاب تشيلسي بعد الفوز عليهم في نهائي دوري ابطال اوروبا، او انهيار تشيلسي ومسلسل انهيار تشيلسي مازال مستمر، او جراهام بوتر لا يصلح للتدريب اصلا في انجلترا. مليون عنوان ممكن نحطه للفيديو، بس الحقيقه المؤكده ان في اخر 5 ماتشات بين السيتي وتشيلسي قدر السيتي يكسبهم كلهم وما دخلش فيهم ولا جون من تشيلسي اللي بيتحول تدريجيا من فريق كبير لفريق صغير. وقبل الماتش بيوم كان مات لوكا فيالي النجم الاسطوري لفريق تشيلسي، وكانت جماهير تشيلسي كلها بتطالب اللعيبه ان هم يكسبوا عشان خاطر روح فيالي. بس لعيبه تشيلسي خذلت كل الجماهير وخسروا باهانه على ملعب الاتحاد 4-0. وعشان جوارديولا يستمر في مسلسل فوز افتتاحيات الكؤوس للمره ال21 على التوالي، كل الماتشات اللي لعبها جوارديولا في مسيرته التدريبيه في افتتاحيات الكؤوس كسبها كلها، بما فيهم تشيلسي في دور ال 64 من كاس انجلترا السنه دي. الماتش تشيلسي كان المفروض ترد كرامتها وكبريائها بهزيمتها قدام السيتي الجوله اللي فاتت في الدوري، ولكن تشيلسي كان لها راي تاني خالص، خسرت وما جاتش على ارض الملعب، ولا جراهام بوتر كان له اي وجود كمدير فني له بصمه يقدر يغير مجرى ماتش او يحسن من مستوى فريقه على ارض الملعب. عموما في تفاصيل كتير هنتكلم فيها عن طريقه لعب جوارديولا وعن اللي بيحصل في تشيلسي للمره الثانيه على التوالي. وقبل ما نخش في التفاصيل، انزل دلوقتي اعمل اللايك والسبسكرايب وخليك جزء من رحلتنا لل 10000 قبل نهايه الميركاتو الشتوي. انا حازم البيومي ودي الكره الانجليزيه على الكنبه، ويلا بينا نخش على التفاصيل. هنبدأ كلام عن السيتي صاحب الأرض وصاحب الفوز النهاردة، اللي قدر جوارديولا يخلص الماتش بدري. جوارديولا بدأ الماتش وهو مريح إيدرسون وأكي وستونز ودي بروين وهالاند، تقريبا نص الفريق كان مريح وجندوجان عشان لسه عنده ماتشات ضد ساوثهامبتون في كاس الرابطة، وعنده ماتش الديربي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والجدول مضغوط جدا، فبالتالي كان لازم يريح اكتر عدد لعيبه ممكنه علشان يقدر يواصل في كل البطولات. ورغم كده بدأ الماتش قعد تلت ساعة ماسك الكورة على الهادي، وبدأ المرة دي بخطة 4-3-3 المعتادة بتاع جوارديولا، ما بدأش ب 3-4-3 اللي بدأها في ماتش تشيلسي في الدوري، لأن الخطة دي أثبتت فشلها في الماتش اللي فات، إن الفريق ما كانش عارف يعمل أي اختراقات هجومية ومش عارف يزيد ولا عارف يلعب مرتاح بالطريقة اللي بيحبها جوارديولا في الاستحواذ. اما 4-3-3 اللي بدأ بيها جوارديولا الماتش ده وهي طريقته المفضله، قدر فعلا يمسك الكوره لمده تلت ساعه، مش شايفين تشيلسي على ارض الملعب نهائي. وقدرت السيتي تصنع فرص كتيره خطر في اول تلت ساعه، منها اخطر فرصه اللي كان بالمر راح انفراد وكان ممكن يديها لالفاريز اللي كان قدام الجون الفاضي، بس طمع فيها وشاطها وطلعت بره. وبعدها مفيش دقيقتين نلاقي فاول يتحسب للسيتي من بره منطقه ال 18 بعيد شويتين، وعلى ناحيه اليمين محرز يخش يحطها سم في الثمانيات ولا ميسي. محرز بيحاول يصالح جماهير السيتي بعد الاداء الوحش اللي كان بيعمله بقاله ماتشات كتيره جدا مع مانشستر سيتي. محرز النهارده كان نجم الماتش وعريس الماتش، مش عشان جاب جونين بس، لا، لان الاول مره نشوف محرز بيرجع لمناطق الدفاع، بيقطع الكوره وبيسلم فرقته وبيزيد. عموما جون محرز توقعنا ان هو يولع الماتش بدري ونشوف رد فعل من تشيلسي اللي هيهاجم ويفتح خطوطه، لان ده ماتش كاس، تخسر 1 زي 10 انت هتودع البطوله، فبالتالي كان لازم تشيلسي تهاجم، وتوقعنا نشوف انياب هجوميه، وده اللي حاولت تشيلسي تعمله فعلا، وفتحت خطوطها ولو بنسبه 10%. والسيتي ما بترحمش، استغلت ان تشيلسي فتح خطوطه وابتدوا يعملوا هجمات المرتده السريعه المرعبه بتاعه مانشستر سيتي. عشان نتيجه ضغط السيتي والمرتدات فعلا اتحسب ضربه جزاء في الدقيقه 28 لالفاريز اللي كان طالع مع المدافع وشالها بايده، رجع للفار الحكم وحسب ضربه الجزاء اللي يدخل الفاريز بطل كاس العالم كتكريم ليه ويحطها على يمين كيبا اللي راح معاها، وجت الكوره في ايده وخدت ايده ودخلت الشبكه، وتبقى النتيجه 2-0 في اول نص ساعه لمانشستر سيتي. السيتي ما تهدتش، فضلت مكمله الضغط والاستحواذ اللي على الهادي، لان تشيلسي اتحررت شويه وابتدت تسيب مساحات في دفاعها. وشفنا اورتيجا وهو بيستعرض نفسه وبيقول انا زي إيدرسون وبعرف العب برجلي كويس، وازاي كان بيقدر يخلص ضغط تشيلسي العالي
على مناطق دفاع مانشستر سيتي بالتمريرات القصيره للمدافعين، وفضلوا ماسكين الكوره بنفس الهدوء وبنفس الرزانه بتاعت مانشستر سيتي. احنا هنجيب اجوان وهنضغط وهنبقى اجريسيف جدا في الضغط، بس احنا مش مستعجلين وبنلعب بهدوء على ارض الملعب. فالسيتي فضلت بتلعب على الهادي ومستحوذه في المناطق الخلفيه وبتدور على اي مساحات في دفاعات تشيلسي عشان فعلا يقدروا مانشستر سيتي يجيبوا الجون الثالث في الدقيقه 38 بجمله ولا اروع من حاجات مانشستر سيتي اللي احنا بنحبها. كوره في الدفاع مع ووكر ناحيه اليمين، يعكس الملعب لفودن اللي بيعمل تمريرات قصيره مع بالمر، ويدوا الكوره لرودري اللي يقلبها تاني المحرز على ناحيه اليمين، وووكر اللي كان بادئ الهجمه هو اللي يخش منطقه السته، ومحرز يريحها له جوه السته ويعرضها ارضيه صغيره جدا جوه السته برضو لفودن اللي حطها في الجون الفاضي. جمله عالميه من مانشستر سيتي. شفنا الجون ده كتير، بس الطريقه اللي قدروا ينقلوا بيها الكوره يمين وشمال وسرعتها، ان الهجمه دي كلها خدت 5 ثواني. 5 ثواني من مناطق دفاع مانشستر سيتي وصلوا الناحيه الثانيه ونقلوا الملعب مرتين بالعرض. دي امكانيات ما نشوفهاش غير من لعيبه بالكواليتي اللي موجود في مانشستر سيتي. دخل جوارديولا الشوط الثاني وهو مستحوذ، الماتش في جيبه، التأهل مضمون، وفعلا فضل مكمل على نفس فكره الاستحواذ الهادي وتحت شعار ارحموا عزيز قوم ذل، لان تشيلسي مش الفريق الصغير اللي اتعامل معاه اللي كان بيحصل في الملعب. ففضل مستحوذ على الكوره لاكتر فترات ممكنه، استحواذ شبه سلبي، ولما بيعمل هجمات كانت بتبقى خطيره جدا. وشفنا سرعات برناردو سيلفا مقصره، شفنا محرز كان نشيط جدا النهارده، بيرجع يدافع وبيطلع الكوره زي ما قلنا للمهاجمين وبيزيد وبيعمل كل حاجه، لانه فعلا كان بيحاول يصالح جمهوره. بعد ربع ساعه من الشوط الثاني لما جوارديولا ضمن الماتش تماما، طلع رودري المجهد من كتر الماتشات اللي لعبها ونزل مكانه كالفين فيليبس اللي جماهير السيتي مشتاقه تشوفه في ارض الملعب، وطلع سيرجيو جوميز الباك الشمال الجديد لمانشستر سيتي ونزل مكانه كانسيلو عشان يحافظ على التوازن الهجومي والدفاعي على ارض الملعب. ونجح تماما في السيطره على تشيلسي وعلى ارض الملعب طول ال 90 دقيقه لحد الدقيقه 83 لما لقينا هجمه خطيره جدا. دخل فودن ال 18 واتحسبت ضربه جزاء، دخل محرز اخيرا عشان يشوطها. وللعلم محرز ضيع اخر 3 ضربات جزاء شاطهم لمانشستر سيتي، وكان الجماهير ابتدت تكره ان ما عندهاش حد في الفريق بيقدر يشوط ضربات جزاء لحد ما جه هالاند وابتدى هو يحط ضربات الجزاء. وفعلا عشان الماتش كان محسوم دخل محرز يشوط هو ضربه الجزاء عشان بيب يديله الثقه. ومحرز مش بيغزل فرقته ولا بيغزل بيب ولا بيغزل الجمهور، وبيحط الكوره قويه جدا في سقف الشبكه، حلوه جدا، لا كيبه ولا 10 حراس يقدروا يصدوها، عشان يقول للجمهور ارجعوا ثقوا فيا تاني، انا استحق. وفعلا محرز بيقدم واحد من احلى ماتشاته مع السيتي السنه دي. وبعدها ابتدى مانشستر سيتي يستعرض قدراته في التمرير، وخصوصا في المناطق الخلفيه لما شفنا تشيلسي ضاغط ب4 لعيبه على حارس المرمى اورتيجا اللي قدر يباصي 1-2 مع المدافعين وبعدين يضغط عليه 2 تانيين وترجع له الكوره ويطلعها بهدوء جدا على ناحيه الشمال علشان يقول انا بديل كويس جدا لإيدرسون، ما تقلقوش، حراسه مرمى مانشستر سيتي بخير. وينتهي الماتش بفوز السيتي 4-1. لازم نقول شويه تساؤلات. ليه يا جوارديولا في الماتشات اللي زي ماتشات الكاس انت بتطلع ب4-0؟ انت 1-0 كان يكفيك انك تتأهل. وفي ماتشات الدوري انت في ماتشات بتطلع بتعادل وبتعمل حاجات غريبة جدا على ارض الملعب. ليه مش بتدور ماتشات الدوري اللي ال3 نقط فيها عزيزة جدا بنفس الطريقة اللي دورت بيها ماتش الكاس؟ سؤال تاني اهم جدا لجمهور السيتي لان كلهم بيسأل السؤال ده، هل وجود هالاند على ارض الملعب بقى بيخلي فرقه مانشستر سيتي بالكامل بتدور على هالاند عشان يجيب اجوان ويخدمه على الارقام القياسيه؟ فده بالتالي بيقلل معدل العمل الجماعي في الفريق والهجمات الخطيره والمتعه اللي بيقدموها. يعني شفنا النهارده بوجود الفاريز كان بيتحرك يمين وشمال والفرقه كلها كانت بتلعب وكل الفريق كان مصدر خطوره. لما بيبقى موجود هالاند على ارض الملعب بنلاقي ان السيتي كلها بتدور على هالاند علشان هو اللي يفنش. طب المتعه دي بتروح فين؟ هل هالاند مشكله؟ ما اقدرش اقول كده لان هالاند جايب 21 جون في الدوري، الراجل هداف الفريق وهداف الدوري بضعف الثاني. فالموضوع ده فيه تساؤلات كتير جدا من الجماهير بتاعت مانشستر سيتي حوالين وجود هالاند وتاثيره على الفريق. الفريق السنه اللي فاتت كان بيقدم الكره الممتعه من غير مهاجم براس حربه وهمي. السنه دي مع وجود هالاند لقينا الموضوع بيقل من ناحيه المتعه، انما كارقام لا السيتي مازال قوي وبقى عنده الفينشر اللي بيخلص الفرص الخطيره اللي بيعملها. وبكده يبقى خلصنا كلام عن السيتي وعملت ايه في الماتش وجوارديولا اتصرف ازاي على ارض الملعب. وهنروح دلوقتي نتكلم عن فريق تشيلسي.
ندخل بقى على تشيلسي اللي كان كارثه الكوارث النهارده. بدأ 4-3-3 التقليديه بتاعت تشيلسي برضو، زياش على اليمين، ماونت على الشمال، هافرتس قدام، في النص كلاجر وجورجينيو وكوفازيتش. حاول يلعب لعبه التقليدي بس كالعاده هو نازل خايف من السيتي. جراهام بوتر لسه لحد النهارده بعد بقاله 3 شهور ماسك تشيلسي هو لسه بيخاف ولسه مش مقتنع ان هو راح لفريق كبير زي تشيلسي وبيدربه على ان هو برايتون. والمشكله الاكبر في الماتش النهارده عند جراهام بوتر بعيدا عن ادارته للماتش كانت عدم وجود حد على دكه البدلاء نقدر نقول الراجل ده هينزل يغير الماتش. الوحيد اللي كان ممكن ينزل دانيس زكريا، وفعلا نزل الشوط الثاني وهو بيلعب ارتكاز. جراهام بوتر بيثبت فشله مع تشيلسي كل يوم عن التاني، ونتوقع بعد الهزيمتين اللي ورا بعض من السيتي اقالته قريب جدا. جماهير تشيلسي كلها بتطالب برجوع توماس توخل لاداره الفريق اللي لحد النهارده انا مش فاهم هم ليه مشوا واحد زي توماس توخل. راجل جاب لك دوري ابطال اوروبا، استحمل الفريق في اصعب الظروف لما كان النادي ما عندوش اي موارد، اللي كان قال انا مستعد اسوق الاتوبيس واخد لعيبتي والف بيهم على ملاعب اوروبا، وخد بيهم دوري ابطال اوروبا وقدر يعمل انجاز ان هو تاهل لدوري ابطال اوروبا الموسم اللي بعدها لما طلع في المركز الرابع وخلص مع تشيلسي في التوب 4. البدايه ما كانتش جيده معاه السنه دي فمشوه، ما استحملوهوش زي ما هو استحمل النادي. دلوقتي جماهير تشيلسي بتلطم بوجود جراهام بوتر على راس القياده الفنيه لتشيلسي. ده مش مدرب، كان مدرب ممتاز جدا مع برايتون، انما مع تشيلسي هو غير مناسب، هو مش نافع، لا عنده فكر لا عنده لعيبه يجيبها، ما بيعرفش يدير الماتشات الصعبه، مش مستوعب ان هو الفريق المطلوب منه في المقام الاول هو الفوز. مع برايتون هو ما كانش عنده الضغوط دي، مع برايتون كان عادي الماتش لو خلص 0-0 1-1 خسر ماتش مش مشكله، انا طالما سادس سابع ثامن انا في التمام. انما مع تشيلسي بالوضع ده منتهى السوء ومنتهى القرف. الواحد بقى بيتفرج على ماتشات تشيلسي وهو في منتهى القرف من الكرة اللي بتتقدم، ماتشات بيعمل كرة حلوه وماتشات تانية مفيش. بعيد عن كل ده، هو انت فين طول الميركاتو الصيفي والشتوي والملك الجديد والملك الجديد راح والملك الجديد جه وتوب بويلي عمل وسوى؟ راجل ملياردير امريكي جه اشترى النادي كانه عيل صغير ولقى لعبه. انا مبسوط ان انا عندي نادي اسمه تشيلسي. طب انت بتعمل فيه ايه؟ ما بيعملش حاجه. عموما تشيلسي بدات الماتش زي ما بدات الماتش اللي فات، خايفين واقفين في مناطقهم، يمكن علوا الضغط شويه، لبسوا الجون الاول فتحوا، لبسوا الجون الثاني فتحوا اكتر، لبسوا الجون الثالث باظوا خالص. ما بقاش في موجود حد اسمه تشيلسي على ارض الملعب، اللعيبه كلها كل لعيب لوحده ممتاز، يعدي من واحد واثنين وعنده المهاره وعنده القدرات، انما يجي بعد الترقيص عشان يباصي لزميله هو مش عارف زميله فين. جراهام بوتر مش محفظ اللعيبه مكانها فين في الملعب، كل واحد دوره ايه محدش عارف. اللي بيجي يرقص ويعمل تمريره هو مش بيلاقي حد فبيعمل ميس باص طبيعي، والنتيجه ان كل هجمه لتشيلسي بتبقى لسه مشروع هجمه بتنتهي قبل ما تبدا، وترجع الكره تاني لمانشستر سيتي عشان يضغطوهم تاني. الشوط الثاني مانشستر سيتي هزقت تشيلسي بالتمريرات من غير اجوان ومن غير ضغط ومن غير عصبيه. تشيلسي عماله تضغط وتحاول وتعمل وتسوي، مساحات شوارع في ظهرهم، الهجوم مفيش. موضوع تشيلسي موضوع مستفز جدا، رغم ان انا ما بشجعش تشيلسي، انا مش بشجع الفريق، ومع ذلك انا متضايق. انا بتفرج على ماتشهم بقرف، اي ماتش لتشيلسي جمهور تشيلسي كله اكيد متفق معايا في ده. اما يبقى عندك ماتش ضد فريق زي مانشستر سيتي في الكاس، ماتش تخسره 1 زي 10 وتفضل لحد الدقيقه 90 من اول دقيقه عمال تلبس اجوان وما عندكش اي رد فعل، ده مش اسلوب فريق كبير ولا صغير. انت لو بتلاعب فريق حتى درجه ثالثه في الكاس هتلاقيه بيهاجم عليك وبيلعب كره مفتوحه عشان يستمتع، هو بالنسبه له عارف ان هو خارج. انما اللي تشيلسي كان بيعمله على ارض الملعب هو قرف بكل مقاييس كره القدم. حتى ايام مورينيو اما كنا بنقول دول بيلعبوا اجلي فوتبول، لا هم كانوا بيلعبوا كره هجوميه، بيعرفوا يلعبوا مرتدات، عندهم شكل واضح للفريق. الشكل ده ما بقاش موجود لا هجومي ولا دفاعي. احنا لو بنلعب فريق درجه 7 كنا هنشوف كره احلى من كده. جراهام بوتر لازم اقالته في اقرب وقت ممكن، واكيد اللي لازم يرجع مكانه هو توماس توخل، هو انسب واحد عارف النادي. بس هل بعد اللي حصل بين تود بويلي وتوماس توخل هيقدر يرجعه تاني؟ ما اظنش ان توخل هيوافق على انه يمسك تشيلسي تاني. ممكن بقى يفكروا في مورينيو يرجعوه للمره الثالثه، الله اعلم. بس كده جراهام بوتر فاشل تماما مع تشيلسي ولازم يمشي. جراهام بوتر مش عارف يسيطر على اللعيبه على ارض الملعب، عاملين زي العقد المفروض،
كل لعيب في وادي بيلعب مع نفسه، محدش عارف ايه اللي المفروض يحصل، احنا عايزين ايه من الماتش ده. حتى لما جراهام بوتر حاول يعمل تغييرات بين الشوطين عشان يغير من شكل الفريق وينشطه في الشوط الثاني، هو طلع كوفازيتش ونزل زكريا، وطلع هافرتس ونزل المهاجم الشاب الايفواري ديفيد داترو فوفانا، مش المدافع ده، مهاجم شاب ايفواري في تشيلسي. تغييرات نمطيه، هو ما عملش اي تغييرات او تعديلات على ارض الملعب عشان يدي لفرقته الافضليه او ان هو يحسن من شكل الفريق شويه. انت غيرت لعيب بلعيب، انت عملت ايه؟ انت واقف على الخط بتعمل ايه؟ انا استفدت ايه لما تطلع لعيب وتنزل لعيب في نفس المركز بنفس الامكانيات؟ انت دلوقتي خسران في ماتش كاس، زود هجوم. انت بقى ما عندكش مهاجمين على الدكه غير فوفانا، نزله جنب هافرتس، ما تطلعش واحد بواحد، انت ما عملتش حاجه، انت فريقك مش عارف يوصل. يا راجل ده من كتر الملل جماهير تشيلسي نفسها سابت الملعب قبل الماتش ما يخلص ب10 دقايق. جماهير تشيلسي اللي طول عمرنا عارفين ان عندهم روح وجرينتا وبيشجعوا طول 90 دقيقه، وان اللعيبه بتاعتهم بيدوا لهم كل اللي هم عايزينه في اخر الماتش، حتى الماتش ده هم مش واثقين في فرقتهم ولا واثقين فيك. نهايه الكلام، تشيلسي لازم تشوف حل مع جراهام بوتر، حتى ملك النادي اللي لو يعرفوا يمشوه يعملوها. تود بويلي مش معوض غياب رومان ابراموفيتش، ولا جراهام بوتر معوض غياب توماس توخل. لازم واقفه في تشيلسي على الاقل خالص في الميركاتو الشتوي اللي موجود دلوقتي يتعاقدوا مع 3-4 مهاجمين جداد، مع لاعبين نص، مع 2 دفاع. هم عايزين فرقه جديده كامله، هم ما عندهمش فريق. وعلى العموم شكرا جراهام بوتر، شكرا توب بويلي على القرف اللي احنا بنشوفه في تشيلسي لحد النهارده. وكان في شويه ماتشات مهمه كمان في كاس الاتحاد الانجليزي في دور ال 64. بدايتها كان مانشستر يونايتد اللي قدر يغلب ايفرتون 3-1 ويعدي للدور الثاني عشان يلاعب ريدنج، وليفربول اللي تعادل في ماتش غريب جدا مع ولفرهامبتون 2-2، وولفرهامبتون اتلغى لها جون. لغايه اللحظه دي احنا محدش فينا فاهم فين الجون اللي اتلغى او اتلغى ليه. غرفه الفار ما كانتش موجوده على ارض الملعب، الحكم ما راحش بص في فار، ما شفناش حد بيكلمه في التليفون، موقفين الكوره وتشيكنج فار ومحدش بيقول لنا على شاشه التلفزيون هو في ايه. طب اتلغى ليه؟ طب هما بيشيكوا على ايه؟ فاول ولا اوفسايد؟ لان احنا بعينينا مش شايفين حاجه، لا شايفين فاول ولا شايفين اوفسايد. عموما بنظام كاس الاتحاد الانجليزي الماتش ده هيتعاد تاني على ملعب ولفرهامبتون، لان الماتش الاولاني كان على ملعب ليفربول، عشان يصعب مهمه ليفربول ان هو يتخطى ولفرهامبتون للدور الثاني. توتنهام قدر يغلب بورتسموث 1-0 عشان يلاعب بريستون في الدور اللي جاي. وفي مفاجاه غريبه لساوثهامبتون قدروا يكسبوا كريستال بالاس عشان يعدوا ويلعبوا بلاك بول. وهنا ساوثهامبتون كانها بتبعت رساله، انا مش مركز في الدوري، انا هحاول اخطف لي اي بطوله كاس او كاس رابطه عشان اطلع من الموسم بشكل كويس حتى لو هبطت درجه ثانيه. فولهام كالعاده لسه مكمل في متعته وكورته الحلوه اللي بيعملها، وقدر يعدي ويكسب 2-0 على هال سيتي عشان يلاعب ساندرلاند الدور الجاي. وبرايتون قدر يكسب 5-1 على ميدلسبرا ويعدي للدور اللي بعده. ويست هام غلب برنتفورد 1-0 في ماتش قوي جدا، لانه يعتبر ماتش دوري ممتاز عشان يروح يلاعب ديربي كاونتي القوي جدا في دوري الدرجه الثانيه في دور 32، وهيبقى ماتش صعب جدا على ويست هام. والمفاجاه الكبيره في كاس الاتحاد السنه دي هي خروج نيوكاسل من دور ال 64 على ايد شيفيلد وينزداي بالخساره 2-0، في مفاجاه محدش كان يتوقع نهائي خروج نيوكاسل من دور بدري كده، لان نيوكاسل السنه دي من اقوى فرق الدوري في التوب 4. وليدز يونايتد دخل نفسه في حزب بيرما وعاد بعد ما تعادل مع كارديف سيتي 2-2. واخر ماتش اللي هيتلعب بعد ماتش السيتي وتشيلسي بيوم هو ماتش ارسنال واوكسفورد، اللي طبعا بنتوقع جدا ان ارسنال تعدي عشان تقابل مين؟ مانشستر سيتي في دور ال 32. الماتش اللي هيبقى كل الناس مستنياه، لانه ماتش يعتبر على صراع الدوري لاثبات الهيمنه والسيطره على الكره الانجليزيه، لان ارسنال السنه دي بتقدم واحد من اعظم المواسم في تاريخ ارسنال ومتصدره الدوري، ومانشستر سيتي هي كده من اقوى فرق العالم ومن اقوى فرق انجلترا، لان كل الناس مستنيه الماتش اللي بين التلميذ والاستاذ ميكيل ارتيتا وبيب جوارديولا، ومين فيهم اللي هيهيمن على الكره الانجليزيه الفتره الجايه. وبكده يبقى اتكلمنا عن كل اللي حصل في كاس الاتحاد الانجليزي ومستنيين الادوار الجايه. ولو بتحب الدوري المصري والاهلي والزمالك والمناوشات الحلوه اللي بتحصل بينهم تقدر تشوفها من هنا مع الكابتن باسم المراكبي، ولو حابب تشوف الفيديوهات القديمه في الدوري الانجليزي تقدر تشوفها من هنا.